السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكلة هنية مع اماني. النهارده باذن الله هنعمل كده وصفات سهلة وسريعة، مش هنكمل حاجة في المطبخ. هنكون عملنا الغدا بتاعنا. اول حاجة معانا مكرونة بالصلصة، ومعانا بانيه، ومعانا كبد وقوانص، حاجة كده تحفة من الاخر. وكمان ما نسيناش العصير بتاعنا، موز باللبن، كده حاجة كده حلوة في حر الصيف ده، وكمان يرطب علينا. وكمان فيها تفاصيل مهمة جدا. تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل في الفيديو بتاع النهارده دوت. ان شاء الله بإذن الله هتستفادوا. طبعا فضلا وليس أمرا، ما تنسوش تعملوا اشتراك لو انتم مش مشتركين عندي في القناة، وفعلوا تنبيهات الجرس للكل عشان يوصلكوا إشعار بأي حاجة بنزلها جديد. ولايك كده حلو الفيديو بتاع النهارده، واتفرجوا بقى على الفيديوهات كده، كل الفيديوهات اللي انتوا حابين تتفرجوا عليها. أول حاجة معانا البانيه، كده هنا نص كيلو بانيه. طبعا تقدري تكتري أو تقللي زي ما انت محبة. مقطع شرايح، وعندي هنا توم باودر وبصل باودر زي ما انتم شايفين كده، معلقه كده يعني زي معلقه الشاي كده. وهنا ملح، انا هنا عندي عشان كنت مدربه ملح بكمون. وعندي هنا فلفل اسود. طبعا عايزه اقول لكم التتبيله اللي انتوا حابين تضيفوها تقدروا تضيفوها، يعني حابين تضيفوا توابل زياده ممكن. وممكن كمان تعملوا توابل فراخ اللي هي بتبقى جاهزه كده، تمام. تتبيله سهله وسريعه وبسيطه، وتقدري ما تكمليش حاجة في 10 دقايق بالظبط، تكوني عملتي غدا كامل متكامل في وقت قصير جدا. يعني شوفوا التتبيلة ما كملتش معانا حاجة ازاي. هنركن كده التتبيلة بتاع الفراخ البانيه دي على جنب. وكمان عايزة اقول لكم الكفر بتاعها مختلف خالص. النهاردة هيبقى كفر مختلف. تمام كده ركنتها على جنب. وتعالوا بقى نعمل الكبد والقوانص بالبصل المكرمل. وكمان اول حاجة عندي عملت ايه؟ غسلت الكبد والقوانص قوي قوي، وعصرت عليها ليمون. وكمان غسلها بالملح والدقيق. فاصله الكبد والقلوب وحديها والقوانص وحديها، تمام. وشطفهم كويس قوي، وعصر عليهم الليمون وصفتهم. تمام. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه هنمسك بقى القطاعه، نبتدي بقى ايه، نسمي الله كده ونمسك او نصه كده. نقطعها كده زي ما انتم شايفين بالطول، شرايح رفيعه رقيقه، تمام. عشان تدي طعم حلو، وكمان عشان تقدري تاكلي بيها بالمعلقه لو على مكرونه او على رز او كده سندوتشات، او تغمزي بيها كده بالعيش جنب شويه طحينه او شويه سلطه. ما شاء الله بتبقى اكله حلوه كده وسريعه. عايزه اقول لكم من الاكلات الاقتصاديه كمان الكبد والقوانص، يعني تقدري تعمليها كده ايه. لما يكون في مثلا حاجه كده عايزه تعملي حاجه سريعه وما تكلفكيش كتير. تجيبي نص كيلو على حسب افراد الاسره بتاعتك، او كيلو. بيوفر عليكي بصراحه. احنا في الزمن ده يعني بنشوف الاسعار، وبنشوف الحاجات ايه، يعني يوم كده ويوم كده، وكله بيمشي الحال وبيخلص اموره كده عشان ايه؟ ننجز في الايام اللي احنا فيها دي. ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. قطعت القوانص كلها. طبعا كنت غسلاها في الاول، وعندي ميه على الحل على البوتاجاز. ضفت كمان فيها قرفه خشب، وضفت هنا ورق لورو. وسبتها بقى تستوي، لان سوى القوانص مختلف عن سوى الكبد مش بتاخد حاجه خالص. تمام. وكمان ضفت عليها حبهان، فتحته كده عشان ينزل البذور اللي فيه، ويدي كمان نكهة حلوة قوي وريحة جميلة. تمام. قلبته كده زي ما انتوا شايفين، وهسيبه بقى يستوي كده لحد ما يستوي براحته خالص. في الاوقات دي كنت مخرطة بصل عشان ايه اضيفه بعد ما المية تبتدي تقل، تمام، اللي فيها القوانص، تمام. 3 بصلات كبار، او زي ما انت محبة، حابة تزودي حابة تقللي. لو حبيتي تزودي هيدي كمية اكتر، حبيتي تقللي زي ما انت محبة. طبعا ايه، سبت كده ايه البصل شوية على النار، وبعدين نزلت عليه يا دوبك بالكبدة. تمام. الكبدة بقى مش بقطعها كبيرة، الكبدة بالظبط على نصين او 3 بالكتير. ليه؟ عشان ما تتهريش، وعشان تقليبات هتبقى يعني نقلب بسيط، مش نقعد كل شوية نقلب كتير، عشان ما تاخدش منا كمان تتهري وما تتقلبش كتير. تمام. زي ما انتوا شايفين كده الكبد والقوانص محطوطة دلوقتي، وخلاص عمالة بتستوي مع بعضيها، ويدوا بقى كده نكهات مع بعضيها حلوة. طبعا هنمسك بقى فلفل، لو عندك فلفل اخضر تحطيه، فلفل احمر تحطيه. انا هنا رشيت كمون زي ما انت شايفة كده. تقدري بقى تحطي التوابل اللي انت حباها. تمام. انا هنا ضفت كمون، وهضيف كمان فلفل اسود زي ما انت شايفة كده، فلفل اسود. وضيفي بقى التوابل اللي انت حباها. حطي مثلا جوز الطيب، حطي قرفة ناعمة، حطي اي حاجة
اللي انت حباه، كوبي بس يعني حطي اللي انت عايزاه. تمام. التوابل دي براحتك، وكله يرجع لذوقك، واللي انت حباه في التوابل ضيفيه. تمام. قلبت كده وسايباه بقى ايه، طبعا انا كنت ضفت كمان شويه زيت ذره كده او زيت ابيض. تمام. وعندي فلفل اخضر. تمام. لو انت عندك فلفل الوان ضيفي. كل ما تضيفي حاجات ملونه وتضيفي قيمه غذائيه كده تخلي اكلك ليه قيمه غذائيه، وكمان طعمه احلى. تمام. ضفت فلفل اخضر اللي موجود عندي، وكمان ضفت هنا فلفل احمر كان في الفريزر. وضفت عليه كمان شرايح توم. تمام. زي ما انتوا شايفه كده. قلبت كده كل الكلام ده مع بعضيه. شايفين ايه؟ نشف خالص من الميه بتاعته، ما بقاش فيه حاجه. تمام. كده ركنته على جنب. وعندي هنا مكرونه زي ما انتوا شايفين كده، اللي هي المكرونه الوسط. ضفتها ميه يا دوبك غلت، ونزلت بالمكرونه. مش هتكمل سوا، نزلت بشويه زيت. تقدري كمان تضيفي رشه ملح زي ما انت شايفه كده. تبتدي بس المكرونه تغلي غلوتين، ومش هنسويها قوي. ورشين رشيت بقى الملح كده، رشة ملح كده، بحيث ان المكرونة تاخد كده احيائها. وكمان نقلبها كويس جدا من وقت للتاني. ومش هنكمل فيها كتير، بحيث ان المكرونة تطلع مفلفلة معانا ومش معجنة. قلبت بقى كده وهسيبها شوية تستوي براحتها. تمام كده. هو أكل سريع وبسيط وسهل ونخلصه بسرعة. وإن شاء الله بإذن الله يعجبكم. والطريقة بسيطة. وكمان المكرونة هنعملها بالصلصة، صلصة عادية جدا. والله العظيم بتدي طعم بسيط، مفيش أحسن من البساطة يا جماعة. يعني لو احنا كبرنا في المواضيع، الحاجات كده تطلع يعني ممكن ما تكونوش متعودين عليها. تمام. اهي المكرونه كده. انا كده طفيت وهصفي بقى المكرونه دي. تمام. وفي نفس الحله بعد ما اتصفت المكرونه، ضفت زيت ذره زي ما انتوا شايفين كده. وكنت ايه فرمت طماطم قد بقى الكميه اللي انا مثلا بستخدمها. يعني انا مثلا لو عملت كيس مكرونه بضيف نص كيلو قوطه. تمام. او عملت اكتر بضيف الضعف. تمام. يعني مثلا كيلو مكرونه يتضاف لي كيلو طماطم. تمام. حابة بقى تضيفي كمان على الصلصة، صلصة الطماطم، صلصة عادية اللي هي في برطمانات أو في بواكي. ضيفي بصراحة بتكون طعمها حلو كمان. هسيب بقى الطماطم تتسبك براحتها لحد بقى ايه ما تتسبك كده. وهنشوف هنعمل ايه كمان. زي ما انتوا شايفين كده معانا. يلا بقى نعمل العصير بتاعنا الجميل. بصوا بقى عندي موز كده مستوي. مش مستوي قوي بس بصراحة بيدي طعم حلو. احسن حاجة الموز البلدي بتاعنا الجميل. ماشي. هنجيب الخلاط بتاعنا، والكمية اللي موجودة عندك من الموز تقدري بقى تحطي زي ما انت محبة. نص كيلو على حسب، او كيلو الا ربع على حسب بقى الكمية اللي انت حابة تعمليها. على لبن مغلي بيكون ساقع في التلاجة. تمام. لو انت مستعجله على اللبن برديه على طول في حاجه، يعني برديه كده في ايديكي كده، في حاجتين كده. افضلي بردي فيهم. وكمان ممكن تحطيه في الفريزر شويه في حاجه المونيا. انا ضفت هنا لبن بتاع نص كيلو. وضفت كده 7 معالق تقريبا من السكر، معالق الاكل. تمام. وضفت معلقه كبيره هرميه من الكريم شانتيه. انسوا بقى على الجمال. شفتوا بقى ده؟ دي ميه ده روح موز. تمام. على الريحة والطعم والنكهة تحفة مع الكريم شانتيه. مع اللبن اللبن انا ضفتش مية. ضفت لبن وروح موز اصلا مع ريحة مع الموز. وريحة الموز حاجة كده خيال خيال خيال. تمام. وانا عندي هنا الخلاط بتاعي، وبدأت بقى ايه افرم كل الكلام ده مع بعضيه. انا ما ضفتش تلج. التلج بقى هضيفه في الاخر، وانا بقى ايه يعني بصب كده الكوبايات بتاعتي. عايزه اقول لكم بجد والله حرفيا العصير كده ده يدخل في قلبك على طول يعني. ما شاء الله بيكون حلو من الحاجات اللي احنا بنحبها الطبيعية. موز باللبن، فراولة باللبن، المانجا، الحاجات الجميلة دي اللي كلنا بصراحة بنحبها. شايفين بقى انا عملت ايه على الصلصة بتاع الطماطم؟ ضفت ايه شوية فلفل. انسوا بقى الطعم جميل قوي مع المكرونة. الصلصة بيكون فيها ايه فلفل كده مقطع رفيع. بيدي طعم حلو قوي. رشيت بقى ملح. هترشي بقى كمون او ترشي فلفل اسود زي ما انت حابه. ونزلت بقى بالمكرونه بتاعتي اللي كانت اتصفت خلاص. هبتدي بقى اقلب كل الكلام دوت وكل التكتلات دوت. مجرد ما ينزل في الصلصه وهي سخنه خلاص هيفك كله مع بعضيه. زي ما انتوا شايفين كده وهتشوفوا معايا.
بُصّوا، يعني طبعًا في ناس بيحبّوا صلصة المكرونة نَفْسها يكون معمول قبليها مثلًا بصلة تتشوّح كده لحد ما البصلة تاخُد لون ويضيفوا عليهم الطماطم، وفي ناس بيحبّوا يعملوا توم ويضيفوا عليها الطماطم ودي تكون برضه مكرونة تمام، ده حاجة ودي حاجة ودي حاجة، اللي أنتم حابّينه. أنا عندي هنا الشفشق بتاعي اللي أنا هاضيف بقى فيه ضِفت فيه تلج كده مكعبات ونزلت بقى عليه العصير بتاعنا، شايفين قوامه جميل جدًا والريحة ريحة روح الموز ده تحفة جدًا مع الموز، يعني كل حاجة بيمشي عليها الحاجة بتاعتها، وكمان ممكن تعملي روح جوز هند برضه بيمشوا معاهم أوي، ونقلّب كده الكلام ده مع بعضيه، شايفين الجمال؟ ما شاء الله تحفة أوي، وريحة الموز باللبن جميل أوي، وكمان مع التلج يعني حاجة انتعاش آخر حاجة. شايفين بقى الجمال؟ هنغطّيه بقى وخلاص على كده، هابتدي بقى أصُبّه ويكون برضه إيه، التلج عمل مفعوله كده، بس هنشوف بقى كده إيه صبّيته وخلاص كده يبقى العصير معايا جاهز. كمان هاقول لكم بقى على حاجة، العصير فعلًا حلو أوي، وكمان هنعمل عارفين البانيه اللي إحنا عملناه في الأول، أنا كنت عاملاه بس معلش المقطع دوّة اتمسح منّي من غير ما أقصد، عارفين الcover ده إيه؟ عارفين الدوريتوس اللي هو الحار؟ آآ بالضبط كده، هو الدوريتوس الأحمر الحار، كسرته كده بإيد الهون أو أي حاجة خلّيته في قلب الكيس بتاعه، وفضلت أكسّره بإيد الهون كده لحد ما بقى إيه، رقيق كده، وقليته من ناحيتين ما شاء الله كان طعمه تحفة، وبدل بقى إيه ولا بيض ولا فيجيتار ولا أي حاجة، كان بالشكل ده ما شاء الله الأكل كان جميل جدًا، وأكل سريع وسهل وطعمه تحفة، حاجة كده نقدر نعملها في البيت بسرعة من غير ما ناخد وقت فيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب ما أكونش تقيلة على قلبكم، وأكون فدتكم بأي حاجة حتى لو حاجة بسيطة. يا رب تتابعوني كده في كل فيديوهاتي اللي بانزّلها أول بأول، وكل الفيديوهات اللي أنا باعرضها عليكم تكون بتعجبكم واتفرّجوا عليها، واضغطوا اللايك والاشتراك وفعّلوا تنبيهات الجرس للكل، وشيّروا بقى الفيديوهات اللي أنتم بتشوفوها دي لكل أصحابكم وحبايبكم. مع السلامة يا حبايبي، أشوفكم في فيديو جديد.